حبايب قلبي الحلوين، وحشتوني 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 5 وحشتوني. اكيد طبعا انا وحشتكم زي ما انتوا وحشتوني. عايزه اقول لكم بقى ان غدانا النهارده ده بالنسبه لنا احنا وبالنسبه للبيت كله، يعني قنبله عيد. عيد بالنسبه لنا النهارده والله. قولوا لي بقى نجيب ليه جاهز لما احنا نقدر نعمل ده كله في البيت. بصوا بقى، دي الصلصه اللي انا عاملاها، اللي هي صوص الشطه. الشطه عباره عن شطه، فانا هحط في طبقي. لا ما تحطليش عشان لا ماشي، انا مش هحط المرهان، واللي عايز يحط يحط اهو. طبعا عرفتوا انا هعمل ايه. انا هعمل كشري المحلات في البيت باحسن طريقه ممكن تعملها بيها، انضف واحسن واروع واطعم والذ واجمل من المحلات بكتير. عايزه اقول لكم ان حاجه البيت انضف. وهنكمل في سلسله فيديوهات اعمليها وما تشتريهاش. انا كنت عامله لكم قبل كده سلسله فيديوهات اعمليها ما تشتريهاش. فيلا نبدا واوريكم الطريقه. بصوا مبدئيا كده هنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تحطوا لي اللايك، اوعوا تنسوا اللايك، لازم تحطوا لي اللايك. عشان ايه؟ اللايك بتاعكم بيشجعني ان انا اكمل. هنعمل شويه رز بشعريه عادي خالص. طبعا كلنا ستات بيوت شاطرين وبنعرف نعمل رز بشعريه، يعني ده ابسط حاجه. وهنسلق العدس. العدس الاول هغسله، العدس بجبه هغسله، والعدس البني اللي هو العدس بجبه ده هغسله، وبعدين هسلقه بس اللي هو ايه نص سلقه. مسلقوش قوي لان ده بيتهري على فكره، خلوا بالكم. يعني بصوا زي كده لازم يبقى الحبايه ماسكه نفسها. تمام كده. انا عملت ايه؟ حاجتين: سلقت العدس، وعملت رز بشعريه، وطبعا سلقت المكرونه. انا بستعمل مكرونه اللي هي الاسباجيتي والعقل الصغيره او اللي هي التحمير. تمام. بجيب نص كيلو من ده ونص كيلو من ده. وعايزه اقول لكم نص كيلو بياكل البيت كله. احنا بيت دورين، بيت عيله اصلا، بياكل البيت كله. وسلقت المكرونه كده تمام. وحمصت العيش بقى بجيب 4 ترغيفة وبقصهم كده، بقصقصهم بالمقص، وبعدين احط عليهم رشة ملح ورشة كمون ورشة زيت، واحطهم في الميكروويف، احطهم في الفرن عادي اي حاجة. المهم اديله تحميصة كده واطلعه في نفس الحلة اللي سلقت فيها المكرونة. بسخنها على النار وانزل بمعلقتين 3 زيت، وانزل بقى بشفشق طماطم، وانزل بالبهارات بتاعتي: فلفل اسمر وكمون وكزبرة وبابريكا ومكعب مرقة وكده. هنيجي بقى لمرحلة البصل. هقطع البصل جوليان او شرايح بالطول كده. تمام. قطعي بقى كمية البصل اللي انت عايزاها. انا مثلا عملت 4 بصلات، اعملي انت عايزة تعملي اكتر من كده براحتك، تعمليها اقل برضو براحتك. عليهم معلقة دقيق وعليهم معلقة نشا ورشة ملح، وبقعد كده اقلبهم كده في بعض زي ما انتوا شايفين. وعايزه تصفيهم، انا الاول كنت بصفيهم بمصفى كده، بنزل الدقيق الزياده منهم، وبعدين ما بقتش بعمل الحركه دي، يعني ما استغنيت عنها. وبنزل، المفروض تنزلي في زيت غزير، بس احنا علشان اخر الشهر ما عندناش اساسا تموين وما عندناش زيت، فيدوبك انا هم دول كانوا شويه الزيت اللي عندي، الحمد لله على كده. وبرده حمرت البصل واديته كده تحميره حلوه. وعملت بقى صلصه الشطه او دقه الشطه. صلصه الشطه دي طبعا احنا بنجيب الكشري عشانها اصلا. تمام. بس انا عاملاها في طبق لوحديها علشان خاطر اللي مش بيحب الشطه، عشان عندنا طبعا ناس ما بتحبش الشطه فعادي. جبت في طبق على جنب، حطيت فيه شويه صلصه، وحطيت الشطه بقى على حسب الرغبه. انا حطيتها حطيت معلقه كبيره شطه، وعايزين انتوا تستغنوا عن الخطوه دي براحتكم، اللي عايز يحط يحط يعني اللي انتوا عايزينه. بس هي بتتعمل كده في المحلات، بتتعمل كده بتتجاب الصلصة بتاعة الكشري نفسها، وبيتحط عليها شطة، وتبقى كده دقة الشطة دي لوحديها كده. وحمرت البصل. بصوا الزيت اصلا، الزيت ده بقى هو ده السر بتاع المحلات. يعني الزيت دوت مش هيترمي، الزيت ده هو دوت اللي بيطلع الكشري زي المحلات بالظبط. بعد ما بحمر البصل، باخد الزيت بتاعه وبحط شوية على المكرونة اللي سلقناها، وشوية على العدس برضو اللي احنا سلقناه. دوت بيودي الطعم في حتة تانية خالص. بصي كأنك بتاكلي كشري من افخم محل كشري في المكان نفسه. وادي البصل اهو اتحمر. طبعا شوية اتحمروا قوي والتانيين يعني المهم ان هو البصل بيتعمل في زيت غزير، يعني مش شوية الزيت اللي انا حطيتهم دول. بصوا البصل الزيت بتاعه هو دوت. حطيت معلقتين
او 3 معالق على المكرونة، ومعلقتين على العدس، وتقلبي كده بيبقى المكرونة مفلفلة وبتلمع، وفي نفس الوقت بتبقى واخدة من طعم البصل اللي اتقلى فيها، اللي اتحمر فيها. هنعمل بقى الدقة عبارة عن شوية زيت صغيرين وفصين توم مهروسين. بعد ما احمر التومة، وما تسهوش عنها زي ما انا نسيت، لان انا نسيت عنها سيكة صغيرة كده، بس عادي يعني بعدين بصفيها مش مشكلة. حطيت بقى طشتها بشوية خل، وبعدين زودت بالمية، وحطيت شوية ملح، يعني مثلا نص معلقة صغيرة ملح، وحطيت كمون، وحطيت كزبرة، وبس كده. طبعا جبت انا عايزه اعمل لهم ايه فعاليات، عايزه اعمل لهم زي نفس اللي بيتعمل في المطاعم، يعني علشان خاطر ايه، نفس الاداء اللي بيتعمل في المطاعم، عشان خاطر يحسوا ان هم قاعدين بياكلوا في مطعم. بس حطيت بقى، جبت، او لو انا ما عنديش وانت ما عندكيش اللي هي الازازه اللي بالغطا دي، بتجيبي ازازه عاديه بتاعه الميه تخرمي الغطا بتاعها. المهم عملت لهم نفس الاحساس ان انت قاعده بتاكلي في مطعم. بس كده. طبعا غرفت بقى، عايزه اقول لكم كانوا شويه كشري في الولا يا ولا، حقيقي والله العظيم. جربوا الطريقه بتاعتي دي واعتمدوها، انا عارفه ان انتوا بعد ما تجربوها تعتمدوها. وكلي بقى يا وزه احسن طبق كشري مش هتاكليه في افخم المطاعم، من حلاوه ونظافه وجمال، وطبعا مش هقول لكم، والطعم في حته تانية خالص. صلصه الكشري دي، والله 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 حرفيا من جمالها خلصت، واتبقى مكرونه وعملنا صلصه تاني، علشان خاطر الصلصه كانت حلوه جدا. والبصل زي ما شفتوا، انا بوريكم هنا الخرمشه بتاعته مقرمش ومخرمش كده، فاهميني؟ اكيد انتوا فاهميني طبعا. والدقه انا مخليها على حسب الرغبه، اللي عايز يحط اللي مش عايز يحط براحته. والشطه نفس الكلام، علشان خاطر احنا عندنا ناس ما بتحبش الشطه، انا عن نفسي بحب الشطه جدا. وجبت مخلل وطبعا العيش المحمص، زي بقول لكم نفس فعاليات وطبعا بيبسي، نفس الفعاليات اللي اتعملت بتتعمل في المطاعم. بس كده، وبالهنا والشفا. متنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسوش اللايك بتاعكم، عشان اللايك بتاعكم بيشجعني ان انا اكمل. بس كده، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.